حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فيه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والطبيعي إن احنا أقوى من الظروف بمدد ربنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الست الطيبة الشاطرة اللي استثمرت رجل الحمار اللي عندها وما استنتش الإبرة وغزلت، هي استعانت بربنا سبحانه وتعالى ولم تستسلم للعجز. فبص على إمكانياتك وسمي الله واعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مدده في ظهرك. ولو عايز تعتذر اعتذر للظروف وقول أنا مكمل وربنا هيساعدني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا من اخر فيديو عملته معاكم، وعايزة اقول لكم مبسوطة جدا ان الفيديو عجبكم، وبجد شكرا من كل قلبي لكل الناس الجميلة اللي اشتركت معايا ونورتني في القناة. شكرا بجد من كل قلبي لكل تعليق حلو كتبتهولي وكل كلمة حلوة فرحتوني بيها. ان شاء الله كده يا رب اكون عند حسن ظنكم، وكالعادة وجودكم معايا شرف كبير ليا. تعالوا بقى نبدأ بسم الله النهاردة، وروتين جديد ويوم جديد ان شاء الله كده يعجبكم وتلاقوا فيه افكار كتير تستفيدوا منها. نبدأ بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. اللهم ارحم امي وجميع موتانا والعالم كله يكون بخير يا رب العالمين. نبدأ اليوم من اوله كده يا بنات. وكان عندي بقى كده كيلو لبن، حوالي كده يعني كيس، كنت حطاه كده في الفريزر من امبارح. قلت اخده كده الاول اغليه علشان ان شاء الله كده على بالليل يعني يكون عمل قشطه، علشان عاوزه اكمل على الكميه اللي عندي واعملها معاكم سمنه باذن الله. بصوا يا بنات، انا بغلي اللبن كويس قوي وببيته كده ليله او ليلتين في التلاجة، ويا دوب كده اول ما هتبيتيه تاني يوم هتلاقيه عمل طبقه قشطه كده على الوش. بشيلها بقى وبحطها جوه مثلا علبه او برطمان، واجمع بقى كميه حلوه كده يعني كميه معقوله كده، وبعملها طبعا سمنه. ما شاء الله بتطلع معايا احلى من السمنه الجاهزه، وبتوفر معايا كمان كتير في ميزانيه البيت. وعايزه اقول لكم يعني اوقات لو مش عايزه اعملها سمنه بستخدمها بقى جنب مثلا قشطه او مربى او عسل، يعني بتمشي كده الدنيا مع الفطار بقى الصبح او سندوتشات للولاد. بجد الفكره دي حلوه قوي، خصوصا بقى ان احنا داخل علينا مدارس ان شاء الله وكده. فبجد يعني جمعوا القشطه بتاعه اللبن او الحليب، سواء بقى هتعملوها سمنه او هتستخدموها قشطه زي ما هي كده. طبعا القشطه دي يعني بندخلها في حاجات كتير قوي، سواء برضو هتعملي رز بلبن، هتعملي حلويات، بتنفع بصراحه في كل حاجه، وفي نفس الوقت يعني طلعتيها من البيت من غير اي تكلفه. ان شاء الله اعمل معاكم السمنه دي باذن الله في الفيديو الجاي بطريقه سهله وبسيطه، وكمان يعني هتعجبكم قوي. سبت بقى اللبن كده يهدى على النار علشان ادخله التلاجة كده اول ما يبرد. وده بقى الذره اللي انا كنت شاريه معاكم في فيديو مشتريات الخضار من السوق، وقلت ان شاء الله كده هشوي معاكم باذن الله. عايزه اقول لكم هو اوفر من بره بكتير، يعني فوق ما تتخيلوا. تقريبا كده التلاتة دولت بسعر بقى يعني واحد من الجاهز. كنت شويته قبل كده على البوتاجاز من فوق، بس بصراحه يعني ما عجبنيش خالص. لقيته مشوي كده من بره مفيش اي مشكله، يعني شكله مشوي عادي خالص، بس من جوه لقيته طلع ني خالص يا بنات، فبصراحه ما عجبنيش خالص. ولكن انا عملته معاكم قبل كده على القناه القديمه من زمان برضو من فتره بعيده جدا، فان شاء الله يعني قلت كده اشوي معاكم باذن الله كده يعني بالمره النهارده، علشان كمان تشوفوا طريقته قد ايه بقى هو سهل وبسيط، وفي نفس الوقت طبعا كل الولاد بيحبوا الذره المشوي. فالتلاتة دولت كنت انا جايباهم ب10 جنيه من السوق. في بياعين بيبيعوا طبعا ال10، في بياعين بيبيعوا ال4 مع بعض. اهم حاجه كده تختاري بقى اللي يعني اللي بيكون حبته طريه كده وما يكونش ناشف معاكي، علشان ده طبعا يعني اول ما تشويه هتلاقيه طري معاكي على طول، لكن الناشف بيطلع ناشف بقى مهما كان بقى طريقه شوي كويسه او لا، هو برضه هيفضل ناشف معاكي. المهم انا قشرته طبعا من الورق كده، وشويه ورق كده مش هرميهم، علشان طبعا اول ما يخرج من الفرن احطه يعني في الورق على طول، لان ده اللي هيخليه طري. قشرته زي ما شفتوا كده. وفي الوقت ده طبعا كنت مشغله الفرن بقى بتاع البوتاجاز على درجه حراره عاليه جدا، تقريبا اعلى حاجه. انا بحطه على الصاج طبعا في ارضيه الفرن بالشكل ده، وبقلبه بقى كل شويه. هو طريقته سهله خالص، يعني ما فيهوش اي حاجه صعبه، غير انك بس محتاجه انك كل ما تروحي وتيجي كده يعني تقلبي فيه طبعا، علشان يعني ما يتحرقش من جنبه والجنب التاني يفضل ني زي ما هو. يعني اهم حاجة كده تكوني عينك عليه وتقلبيه كده كل شوية، علشان كمان ما ينشفش منك. هو ما شاء الله بياخد لون احمر ذهبي كده جميل، وعايزة اقول لكم يعني بجد ريحته كده بتقلب البيت. بجد اعملوه في البيت اوفر بكتير من بره، وفي نفس الوقت هتتحكمي بقى في اللون بتاعه. انا بحب كده اللون يعني الذرة المشوي يكون اللي هو الذهبي المحمر الغامق ده،
طبعا انت لو حابه يعني تطلعيه فاتح عن كده زي ما تحبي، بس هو كده بالنسبه لي بيكون حلو قوي. اهم حاجه طبعا اول ما يعني ما تخرجيه من الفرن تحطيه بقى في الورق بتاعه كده على طول علشان ما ينشفش منك ويفضل طري. هقسمه بقى كده علشان الولاد يعني يعرفوا يمسكوه. وعايزه اقول لكم يعني اللهم بارك، هم مش مستنين حتى عليه ان هو يبرد، يعني واقفين حواليا كده عاوزين ياكلوه على طول. بألف هنا وشفا طبعا على قلوبهم. بس انا برضو كده قسمته لهم كده بالسكينه، كسرته كده نصين بحيث برضو يعني يعرفوا يتحكموا فيه لانه لسه سخن. بجد جربوه في البيت، حلو جدا ومغذي. وفي نفس الوقت شوفي بقى الكوز الواحد بره من الذرة بيبقى عامل 10 و15 جنيه. الأسعار طبعا يعني الله المستعان. فعلى قد ما نقدر كده نحاول يعني نعمل كل حاجة كده لولادنا في البيت، وفي نفس الوقت يعني نوفر في الميزانية يعني تنفعنا بقى في حاجة تانية. وبس كده يا بنات، تعالوا بقى يعني طلبتوا مني كده في الفيديو اللي فات اعمل معاكم هريسة الشطة، فقلت بالمرة بقى كده اعملها معاكم في الكبة الجديدة. وبالمرة بقى كده ارد على كل الاسئلة اللي جاتلي عليها لحد ان شاء الله برضو ما اعمل لكم الريفيو، ريفيو كده كامل عنها باذن الله زي ما طلبتوا مني. الاول كده خليني البس بقى جلافسي في ايدي علشان طبعا الشطة يعني طبعا بتكون صعبة جدا، فخلوا بالكم طبعا. هي مش بتروح من الايد بسهوله خالص، خصوصا بقى لو في بيبيهات صغيره او كده بتتعاملوا معاها لا قدر الله ولا حاجه، يعني لو صوابع ايديكم لمستهم هيبقى الموضوع صعب جدا. فيفضل كده تلبسي مثلا اي حاجه في ايدك وتستخدمي يعني تستخدميها في الوقت ده. اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلتي معايا لحد هنا كده بتمنى تحطي لايك من ايديك الحلوه كده للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير. وكمان اللايك ده يعني حاجه بسيطه كده منك تقديرا ليا تشجعني اعمل فيديوهات تانية كتير. زي ما قلت لكم يا بنات، لازم تلبسوا كده حاجة في ايديكم و... وبس كده انا بقطعها بقى كده يعني بالمقص بالبذر بتاعها زي ما هو كده. لان بصراحة البذر ده اكتر مادة حافظة ليها، متقلقوش خالص، هو بيكون ناعم جدا في الاكل ومش بيبان خالص. ودي الطريقة بقى المظبوطة لهرسة الشطة. يعني اللي بتكون جاهزة بتكون بالبذر بتاعها. ناس كتير بقى بتبقى فاكرة ان هي صعبة ومتعبة وكده وفيها بقى يعني حاجات معقدة. لا، هي بصراحة مفيش اسهل منها. بس هي كده يعني ليها حاجات معينة كده في الاخر هي اللي بتظبطها معاكي وتخليها تقعد معاكي طول السنة. انا بقطع كده كمية وبفرمها وبرجع طبعا يعني احط كمية تانية لحد كده ما اخلص الكمية كلها طبعا علشان ما اضغطش على الكبه بتاعتي. ولازم طبعا يكون الفلفل بلدي يا بنات، ما ينفعش هرسة الشطه كده تكون بفلفل احمر اللي هو الكوبي او الرومي، لا طبعا ما ينفعش خالص. ده ليه استخدام وده ليه استخدام. طيب بالنسبه للكبه بقى سالتوني هي كام واط؟ هي 400 واط يعني صغيره، بس اللهم بارك بجد يعني ما شاء الله بجد سحريه. انا جربت فيها حاجات كتير قوي عجبتني، وان شاء الله خلال الفيديوهات الجايه باذن الله هشاركها معاكم. عايزه اقول لكم ان عملت كمان كفته الرز فيها وكانت ما شاء الله تحفه جدا جدا. يعني ما تخيلش ان هي تطلع جميله بالشكل ده. وشفتوني طبعا في الفيديو اللي فات للناس طبعا اللي لسه ما شافتش الفيديو، عملت معاكم فيها الملوخيه وعملت معاكم فيها حاجات كتير. لا بجد هي سحريه على سعرها وعلى يعني سعه الوات بتاعتها. هي جميله جدا. انا كنت جايباها طبعا ب 900 جنيه. هي اول ما كنت سالت عليها كانت ب 700 جنيه. بس طبعا يعني بما ان صحابي جايبينها لي هديه وانا كنت مختارها معاهم، لان احنا دايما بنهادي بعض بنختار مع بعض الحاجات اللي احنا عاوزين نجيبها وكده، فطبعا ببقى عارفه سعر الحاجه. هي كانت 900 جنيه. وسمعت حاليا ان هي تقريبا يعني وصلت لحد 1000 جنيه، وبرضو تأكدوا لان بصراحة مش متأكدة قوي. وبس كده حطيت لها يعني عايزة اقول لكم هي تحفة بجد وهتسهل عليكم كتير. خصوصا بقى في تفريزات البيت او الحاجات كده الشهرية اللي بنفرزها مع بعض. وكمان مش بتاخد مساحة خالص يعني في درج المطبخ او في علبة المطبخ وكده. حطيتها بالبذر زي ما شفتوا. عايزه اقول لكم البذر يعني متقلقوش هو طري ومش بيبان في الاكل خالص. ونسيت اقول لكم برضو اني في الاول كده غسلتها وسبتها كده لحد ما تنشف من المية اللي موجودة فيها. ومش بحط لها ملح كتير يا بنات، يا دوب كده معلقة او معلقتين، مش اكتر من كده علشان طبعا يعني معايا كده تبقى شوربه. انتوا متخيلين هتبقى طريه جدا كده وسايطه. فانا يعني بحب احط لها كده كميه الملح اللي انا عايزه احطها في الاخر خالص. طبعا بعد ما يعني بوصل بقى يعني بوصل لدرجة النعومية أو درجة الفرم اللي أنا محتاجاها. أنا بالنسبة لي كده بحب يعني أنعمها حاجة بسيطة بس زي ما قلت لكم من غير مية علشان طبعا ما تتعصرش معايا وتتحول لشوربة. تمام.
صلوا على النبي كتير في التعليقات، واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يا رب يكبر بخاطركم بكل اللي تتمنوه، ويرزقكم يا رب بأكتر ما تتمنوا. بصوا طبعا اتخلصت بقى من الراس بتاعتها كده، العنقود اللي بيبقى صغير ده طبعا ما ينفعش نفرمه، لانه طبعا مهما كان بقى يعني هيبان جوه الاكل وهيبقى خشن كده. بالنسبة بقى للملح، أنا باحط كمية حلوة كده من الملح، يعني بصراحة باكتر جدا من الملح. ومتقلقوش، ده الملح ده هو بقى اللي بيخلي يعني هرسة الشطة تفضل معاكي كده طول السنة ومفرولة، واستحالة بقى تجمد معاكي. علشان كده لما بخرجها من الفريزر ما شاء الله بلاقيها مفرولة وفكة وجميلة جدا. سواء بقى هتحطيها في درج التلاجة او في الفريزر، هتبقى برضو معاكي ما شاء الله جميلة جدا. اهم حاجة كده تحطي كمية ملح كده محترمة، لان ده اللي هيحافظ عليها ويخليها تعيش معاكي فترة طويلة. طبعا انا بعمل كمية اكتر من كده بكتير، بس انا حبيت اوريكم يعني النهاردة كمية بسيطة كده. ان شاء الله كده يعني باذن الله في خلال بقى الفيديوهات الجاية هنفرز بقى لرمضان، وهنعمل بقى تفريزات المدارس وحاجات كتير باذن الله بكميات اكتر من كده ان شاء الله. باحطها بقى كده في برطمان، طبعا البرطمانات بتكون نضيفة وناشفة ومعقماها كويس قوي بنقطة خل. واهم حاجة كده البرطمان يكون معاكي ناشف وما يكونش فيه ولا نقطة مية. وبس كده يعني هفضيهم بالشكل ده، وبحط بقى على وشهم يعني شوية زيت كده برضو مش كتير على الوش. وده بقى عايزة اقولك اللي بيخليها تقعد فترة طويلة الزيت والملح. اهم حاجة الملح يكون كمية معقولة، يعني ما تحطيش معلقة او معلقتين ترجعي تلاقي بقى الشطة لا قدر الله كده يعني عملت طبقة عفونة على الوش. لا طبعا تعرفي على طول ان هي ما كانش فيها كمية ملح مناسبة. اهم حاجة كده تنضفيها، تمسحي كده البرطمان برضو يكون نضيف معاكي، ما فيهوش ميه ما فيهوش اي حاجه، على وشه كده يعني رشه زيت. ونسيها بقى في التلاجة، درج التلاجة في الفريزر. ما شاء الله يا بنات حلوة، بتنفع في كل حاجة. أنا بستخدمها طبعا في كل الأكلات، وبدخلها برضو في المخللات، ومش بستغنى عنها خالص. بدخل كده برطمان في الفريزر، وبخلي البرطمان كده اللي يعني اللي فيه كمية كده بسيطة جوه التلاجة، وبستخدم منه. أول ما بيخلص معايا بخرج البرطمان التاني على طول. وبجد الحاجات دي في البيت حلوة قوي، وبتنفع في وقت الزنقات، وتحسي كده ان البيت عندك مليان خير، وما شاء الله كده تلاجتك مليانة ومتعمرة بالخير كده وكل حاجة حلوة. تعالوا بقى الأول قبل ما نعمل الغدا كده، كنت عايزة أوريكم شوية حاجات جبتها اقتصادية ووفرت معايا في الميزانية كتير قوي ما شاء الله. يعني بجد أنا مبسوطة بيهم قوي. ممكن تكون حاجات بسيطة بس فرقت معايا في الميزانية كتير. جبت كده كيلو من الكلور السايب ب5 جنيه. الكمية دي كلها يا بنات ب5 جنيه، بس بصراحة مركز ويعني ريحته قوية جدا. وما شاء الله بقى بستخدمه طبعا في حاجات كتير قوي. هو كلور سايب كده يعني. المحل اللي انا جبته كده فيه حاجات سايبه، زي برضو اللهم صل على سيدنا محمد البرسيل الجل ده، برضو خطير حلو قوي. بغسل بقى بيه اللبس الخفيف، حاجات كده خفيفه، ممكن ملابس سودا. يعني لو مستعجله على حاجه كده وعايزه اوفر طبعا في المسحوق الاصلي، ما شاء الله بيوفر معايا كتير. جبت كمان الصابون السايب، جبت كده 2 كيلو صابون سايب طبعا للمواعين، سعر الكيلو كده 7 جنيه. وكنت فتحت كيس بقى كده واستخدمته اجربه علشان برضه اقول لكم رايي فيه. هو ما شاء الله كده بريحه الليمون وريحته قويه جدا، وبصراحه رغوته جميله. اللهم صل على سيدنا محمد. الحاجات السايبه دي بجد حلوه جدا، فيها وفر كتير. يعني انتوا عارفين بقى بند المنظفات ده عايز يعني ميزانية لوحده. فجبت كمان صابون عجينة كده، الكيسين دول ب10 جنيه، يعني الكيس الواحد ب5 جنيه. ده طبعا بستخدمه في الهدوم البيضة، صراحة يا بنات بيخليها بتبرق كده وبتنور على الغسيل، على الحبل يعني قصدي. المهم جبت كمان كيسين اوكسي كده، الواحد ب10 جنيه، ودول بقى جايباهم علشان يعني عندي شوية كده غسيل ابيض. بإذن الله هغسلهم معاكم برضو خلال الفيديو النهاردة في غسالة الأطفال. يعني غالبا كده كل المنتجات دي بستخدمها في غسالة الأطفال. والغسالة الأوتوماتيك طبعا انتوا عارفين بيكون ليها مسحوق معين. جبت كمان ب10 جنيه سلك ناعم كده. يعني داخلين بقى على تنظيفات المدارس واللهم صل على سيدنا محمد، ومحتاجين بقى سلك وصابون وحاجات كتير. فقلت كده اوفر واقتصد في الميزانية واجيب شوية حاجات كده بسيطة. وجبت معاهم كده الاسبونشتين دول، الاسبونشة الواحدة ب5 جنيه. وعايزة اقول لكم السلك دي ما شاء الله حلوة جدا، يعني بتغني خالص انك تستخدمي سلك. بس دي بستخدمها بقى الحاجات، ودي الحاجات تانية معينة. وزي ما شفتوا كده يعني جبت شوية حاجات بسيطة مش مكلفة، طبعا وفرت معايا كتير في الميزانية الشهر ده. آه
بفضيهم بقى في ازايز، وما شاء الله بيوفروا معايا كتير، وبيقعدوا معايا كده فترة حلوة لحد ما اظبط كده الميزانية بتاعتي، واجيب الحاجات اللي بستخدمها اللي جبتها معاكم قبل كده في الفيديوهات التانية. لازم كده نفكر وندبر ازاي كده نمشي امورنا. يعني ممكن كده مرة كده ومرة نجيب مثلا حاجات جاهزة مرة، ممكن حاجات سايبة مرة، والحاجة طبعا اللي ترتاحي فيها وتحسي ان هي وفرت معاكي وفي نفس الوقت يعني جودتها كويسة، طبعا استخدميها على طول من غير تفكير. احنا طبعا في ايام صعبة وداخل علينا بقى يعني المدارس ولبس المدارس وكتبات المدارس وهم بقى، يعني ربنا يا رب يعيننا كلنا كده، ويعين كل رب أسرة يا رب على أولاده، ويجعل كده يا رب الرزق كده في بيوتنا إن شاء الله كده يا رب. و... واللي نفسه في حاجة يا رب يجيبها، وما تحرموا ولادكم من حاجة أبدا، اللهم آمين. فعايزه اقول لكم يعني انا بالنسبه لي الحاجات دي ما شاء الله تكمل معايا لحد اخر الشهر، وصدقوني لو هتوفروا حتى جنيه انتوا اولى بيه في حاجات تانية كتير. زي ما قلت لكم احنا خلاص يعني ايام الدروس بقى دي بيبقى مطلوب مننا اولويات ومتطلبات كتير، ربنا بجد يعيننا كلنا. المهم انا حطيت كده الصابون بتاعي في الازايز، وعملوا كمية حلوة كده زي ما شفتوا. هحط كمان الكلور برضو في ازازة، هي الازازة كبيرة شوية بس مفيش اي مشكلة ان شاء الله، برضو يعني اجيب كمية كمان قدها كده ب5 جنيه، وان شاء الله كده برضو يكفوا معايا الشهر كله. طبعا الكلور السايب ده عايزة اقول لكم يعني بيبقى اقوى بكتير من الكلور اللي بيكون جاز. عارفين دلوقتي سعر الازازة وصل ل30 و35 جنيه، فيعني مش لازم كده نجيب الحاجات غالية، ممكن كده مثلا يعني انتوا عارفين بند بقى المنظفات ده عاوز له ميزانية لوحده، فلازم كده تفكروا وتدبروا كده ازاي تمشوا اموركم. وفي نفس الوقت يا بنات قبل ما تشتروا الحاجات الجديدة اعملوا كده فرز، شوفوا ايه اللي موجود عندكم علشان كمان ما تشتروش وتزحموا الدنيا حواليكم وتوفروا فلوسها في حاجة تانية. انا كان عندي شوية كده من كلوريل الالوان برضو متبقيين كده من الشهر اللي فات، وفروا معايا برضو الشهر ده، وقلت ان شاء الله مش هجيب غير لما اخلص الكمية المتبقية معايا دي. وكمان الفلاش ده عايزة اقول لكم يعني ما شاء الله بجد سحري في التنظيف، انا بالنسبة لي مهم جدا جدا في غسيل بقى الحمام والارضيات وكده، خصوصا بقى لو في بقع صفرة في الارضيات. لا حلو قوي بالنسبة لسعره 5 جنيه، يعني مش بيزيد عن كده. كل مرة بجيبه بلاقيه بنفس السعر، ما شاء الله حلو قوي. بتمنى يعني تجربوه، طبعا لو كنتوا لسه مش بتستخدموه هيفرق معاكم كتير، وهيوفر معاكم منتجات كتير بقى يعني بتشتروها علشان طبعا تنظيف الحمامات بقى والسيراميك والارضيات وكده. البرسيل الجل ده برضو حلو جدا، بستخدمه برضو في الغسالة الأطفال، وبيوفر معايا برضو كتير. لما بكون بقى مستعجلة وعايزة مثلا أغسل طقم أو طقمين بسرعة كده بحطهم في غسالة الأطفال وبنجز كده، وفي نفس الوقت يعني بيوفر معايا بقى المسحوق البودر بتاع الغسالة الأوتوماتيك. وطبعا طول الصيف يعني بصراحة بحب كده أغسل فيها، سواء بقى غسيل ولادي الغسيل بتاعنا، هي بصراحة غسلها حلو قوي هتشوفوها معايا وغسلت معاكم فيها قبل كده. يعني ما شاء الله الغسالة الأطفال يا بنات لهلوبة لهلوبة في التنظيف بجد، اللهم بارك. فزي ما قلت لكم اعملوا فرز كده للحاجات قبل ما تشتروا الحاجات الجديدة علشان يعني توفروا تمنها بقى في حاجات تانية وتوفر معاكم كتير. المهم قطعت برضو السلك، وزي ما قلت لكم انا شاريه الكميه دي ب5 جنيه. بحطه كده في علبه وبسحب كده القطع على قد يعني الاسبونشه وما هقدرش فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو بتمنى تصلوا على النبي كتير في التعليقات وتحطوا لايك للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير وكمان الكل يستفيد. كنت جايبه كمان عرض الباور ده من كام يوم كده ب15 جنيه، سعره تحفه قوي وحلو جدا برضو في السيراميك وحوامل البوتاجاز، وما شاء الله جميل جدا 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 في التنظيف. عاوزين بقى ننضف المطبخ كده تنظيف عميق بإذن الله إن شاء الله كده قبل دخول المدارس، علشان كده نبدأ والدنيا حوالينا كده نظيفة وهادية، ونبقى مركزين مع أولادنا بقى والصحيان بدري والنوم بدري. وبجد الله المستعان ملحقناش يا بنات نرتاح وملحقناش كده ناخد راحتنا، دخلنا على طول بقى في الدروس وفي المدارس، فيلا الله المستعان على كل حال، الحمد لله على كل حال. بالنسبة برضو للمعطر ده كان عندي شوية أقل يعني باقيين كده برضو، اسمه خان الخليلي أو بريز، ريحته بصراحة يعني تقلب الدنيا زيه زي فريدة. انتوا عارفين طبعا اللي متابعين ان انا بحب فريدة بالتوت وفريدة بالعود، بالنسبة لي دولت حلوين جدا. والمعطر ده برضو جميل جدا جدا، لو ما جربتوش جربوه على ضمانتي هيعجبكم قوي، وريحته ثابتة خالص. كنت جايباه ب40 جنيه
وزي ما شفتوا كده ما شاء الله وفرت الشهر ده في ميزانية المنظفات. ودخلت بقى الأول كده عندي شوية يعني ملابس بيضة زي ما قلت لكم، بحب أغسلهم كده في الغسالة. وعايزة أقول لكم يا بنات، أنا بصراحة يعني مش بقتنع خالص يعني بغسيل الملابس البيضة في الأوتوماتيك، خصوصا بقى إن عندي ابني الصغير يعني ربنا يحميه، بيقلع الهدوم بتاعته بتكون البقع فيها صعبة شوية. فالغسالة دي بجد اللهم بارك زي ما قلت لكم لهلوبة. حطيت فيها كده كيس من الأوكسي اللي جبته معاكم من شوية، وكمان كده شوية من اللهم صل على سيدنا محمد من الصابون العجينة الأبيض ده. حلو جدا بصراحة، يعني بيخلي البقع ملهاش أي أثر، عامل زي العجينة كده يا بنات، بس هو بصراحة أقوى كمان وكمان أوفر بكتير من العجينة. وحطيت كمان كده شوية الكولوريكس الألوان اللي كانوا متبقيين كده. وعايزة اقول لكم يعني الخلطة دي بجد ما شاء الله بتخلي كده الغسيل ما شاء الله كده، يعني بينور كده على المنشر. عايزة اقول لكم يعني جربوا كده تحطوا الصابون العجينة في الغسيل الابيض، لا بجد حلو قوي وبيخليه نضيف وجميل جدا. و... وبس كده. وفي الاخر برضو بحط كده شوية دوني بيخلي ريحته على الحبل بصراحة يعني تحفة. اهم حاجة بس حاولي دايما كده اول ما تخلصي، سواء بقى بتغسلي في الاوتوماتيك او بتغسلي في الغسالة العادية، يعني ما تسيبيش بقى الغسيل جوه الغسالة يكمكم، خصوصا طبعا ان الجو حر والكتمة دي مش بتكون حلوة خالص على الغسيل. سبتهم بقى مع بعض كده ياخدوا يدوا كده مع بعض، وكمان يعني بحب اسيبهم كده منقوعين شوية وارجع الفهم تاني مرة واتنين وتلاتة. يعني بحب انقع الابيض كده شوية في الخلطة دي وارجع بقى اعيد بلف عليها الغسالة مرة كمان، وبعدين برجع بقى اشطفهم. تعالوا بقى اوريكم هنتغدى ايه النهارده. غدانا النهارده اقتصادي وسهل ولذيذ وجميل جدا. شايفين بقى شويه الكبد والقوانص الصغيرين دولت، كوبايتين لسان العصفور، هعمل بيهم معاكم غدا اقتصادي وحلو وسهل جدا. وطبعا عملته معاكم قبل كده في القناه القديمه، والحمد لله اللهم لك الحمد. كل اللي كان جرب الاكله دي الحمد لله كان بيدعي لي عليها. تحسوا كده ان انتوا بتاكلوا اكله مشبعه وفي نفس الوقت كده طعمها حلو ومش مكلفه خالص، وبجد طعمها حلو قوي، والولاد طبعا ان شاء الله هيحبوها. قطعت بقى كده الكبد والقوانص لقطع صغيرة، وطبعا يا بنات أنا غسلاها وشايلاها نظيفة. وطريقتي في غسيل الكبد والقوانص أو الفراخ عموما بحطها كده في محلول النقع اللي هو عبارة عن شوية ملح، شوية دقيق وليمون ومية، بس كده. أنا مش بحط خل يا بنات لأن الخل بيزفر الحاجات دي. المهم كده يعني قطعتهم بقى قطع صغيرة بالشكل ده. وعايزة اقول لكم الدقيق مهم جدا في غسيل الطيور، سواء بقى كبد او فراخ او قوانص، لا بجد بيخليها نظيفة وملهاش اي ريحة، وبتكون معاكي نظيفة وزي الفل بالشكل ده. حطيت بقى في طاسة على النار كده معلقة كبيرة كده حلوة من السمنة البلدي، عشان طبعا اشوحها فيها وفي نفس الوقت كده تديها طعم وريحة جميلة. ممكن كمان تحطي مكعب زبدة، مفيش اي مشكلة لو عندك، بيديها برضو نكهة حلوة وريحة كمان جميلة زي السمنة البلدي بالظبط. بعد طبعا يعني السمنة ما سخنت معايا، نزلت بقى على طول كده بالكبد والقوانص. هديهم صدمة كده خفيفة، يعني هحاول كده مش هقلبهم في الاول عشان مش عايزاها تنزل مية. كنت مقطعة بقى كده بصلة، هاخد بقى نصها بس، مش هحط اكتر من كده، وهسيب النص التاني علشان هستخدمه بعد شوية. بس خليني الاول كده اقلبها على الجنب التاني علشان كمان يعني تكون كده اتشوحت من الجنبين، وهنزل بقى بالبصل على طول. عايزه اقول لكم بجد يعني جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي قوي قوي، ومش هيعدي اسبوع ان شاء الله غير لما تعملوا الاكله دي. انا لما بحتار كده في الغدا وبكون محتاره اعمل ايه، طبعا الكبد والقوانص يعني كلنا بنجمعها من الفراخ، مش بنشتريها. انا بالنسبه لي يعني قليل قوي لو اشتريت مثلا اكمل على الكميه اللي موجوده عندي، بس الاكتر بجمع، عشان كده مش بتكون معايا كميه كبيره، بس حلوه يعني بتقضيني يوم وبتوفر لي طبعا غدا يوم وبتكون اقتصاديه. وفي نفس الوقت عندي ولادي بيحبوا الاكله دي جدا. رشيت كده زي ما شفت شويه فلفل اسمر وكمان شويه ملح. والحتت بقى اللي بلاقيها كبيره كده بقطعها قطع صغيره علشان يعني تستوي بسرعة وتكون كده صغيرة كده ايه وكلها قد بعضيها. اللهم صل على سيدنا محمد. هحط عليها كمان شوية من الفلفل الملون، وكمان الجزر المبشور طبعا اللي كنت فرستهم معاكم بقى في الفيديو اللي فات. حبايبي طبعا ومتابعيني الغاليين، لو لسه ما شفتوش الفيديو ان شاء الله يعني هسيبه لكم في شاشات النهاية في اخر الفيديو. الحاجات دي حلوة قوي يا بنات بقى، وده بقى اللي كنت بقوله لكم في الفيديو اللي فات. يعني ما احتجتش بقى دلوقتي اقطع فلفل ولا ابشر جزر، لا هي الحاجة جاهزة عندي كده، بخرجها وزي ما قلت لك تخرجيها وهي مجمدة على طول، ما تسيبهاش تفك وبعد كده تستخدميها. آه بس بصراحة بيودوا طعم الكبدة والأكلة في حتة تانية خالص، وكمان بيدوها قيمة غذائية عالية جدا.
هسيبهم بقى كده يفكوا مع بعض، وهنقلهم كده على عين البوتاجاز كده جنب مني. وهجيب بقى حلة تانية كده هحط فيها شوية زيت كده حلوين، واللهم صل على سيدنا محمد. هنزل عليهم بقى على طول كده اول ما يسخنوا بكوبايتين لسان العصفور. زي ما قلت لك، حابه تعملي الاكله دي بكوبايه لسان عصفور وكوبايه شعريه مفيش مشكله، عايزه تعمليها بشعريه بس برضو تبقى جميله جدا. بس الفكره من لسان العصفور ان هو بيقلب الاكله كده، تحسي انك بتاكلي رز بسمتي كده، رز بالكبسه. لا بجد طعمها وريحتها بتكون حلوه قوي. هقلبهم بقى كده لحد ما لونهم يعني يبقى ذهبي كده، وطبعا متابعه جنب مني برضو الكبده والكبد والقوانص. وبس كده، اول بقى ما لسان العصفور يتحمر وياخد اللون الذهبي المحمر الجميل ده، هنزل بقى عليه بالبصلة، يعني حتة البصلة اللي سبتها من شوية. ما شاء الله بقى في الوقت ده الريحة يعني بجد مش قادرة اوصف لكم، جميلة جدا والله العظيم. يعني يا ريت بجد كلكم تجربوا الأكلة دي لما تكونوا بقى محتارين كده في الغدا زي حالاتي، ان شاء الله كده يعني هتعجبكم بجد خالص. هحط كمان رشة فلفل اسود، وكمان كده رشة صغيرة خالص من القرفة بسيطة كده بتخلي ريحتها حلوة قوي. وهحط كمان نص معلقة كده من الكركم، برضو بيديله لون جميل قوي، وبيقلبوا بقى الرز بسمتي. يعني مش هتحسوا خالص ان انتوا بتاكلوا بقى لسان عصفور. طبعا في مننا كتير مش بيحب طعم لسان العصفور في الشوربه، ويعني في ناس مش بتحبه. انا بالنسبه لي مش بحب طعمه قوي بصراحه في الشوربه، عندي ولادي بيحبوه. لكن لما بعمله في وصفات زي كده بحب اكله جدا. وكمان لو ما عنديش رز بتصرف وبعمله كده بيديني طعم الرز واجمل بكتير. المهم بقى هشوحهم مع بعض كده ياخدوا من طعم التوابل. وحطيت كده زي ما قلت لكم نص معلقه كركم وشويه كده يعني توابل كده، فراخ بسيطه خالص او مرقه. وهشوحهم مع بعض كده، وهحط الملح ياخدوا كده من طعم التوابل. وبعدين انزل بقى عليهم بالكبد على طول، طبعا بعد ما استوت معايا. يعني بجد التوابل دي كمان بتديها ريحه حلوه قوي وطعم جميل جدا. وبس كده، كنت محضره برضو جنب مني كده ميه مغليه. ما ينفعش برضو تنزلي بميه بارده خالص، هتعجن معاكي الاكله. زي ما قلت لكم قبل كده بقولها كتير، بدأتي الاكله سخنه لازم تكمليها سخنه للنهايه. نزلت على طول عليهم كده بالميه السخنه، وسبتهم بقى كده يعني يغلوا مع بعض. وقلت بقى اكله اقتصاديه كده وبسيطه وما فيهاش بقى يعني تكلفه وما فيهاش حاجات كتير، يبقى نعمل كده جنب مننا ايه شويه عصير برتقان كده. كان عندي كده يعني كام برتقانايه، قلت بالمره كده اعملهم عصير عشان الاكله بتاعتنا كده تبقى يعني ندلعها كده بقى شويه وتبقى جميله. قدمت بقى الاكل كده جنب العصير، وعايزه اقول لكم ما شاء الله كل واحد كده اخد طبق. طبعا ممكن تحمري بطاطس، بس انا بصراحه في اليوم ده اكتفيت كده بالعصير يعني مش هقول عليه بقى لسان عصفور، بالرز البسمتي كده بالكبد والقوانص. هو لوحده كده مش عايز اي حاجه جنب منه، بصراحه تحفه، جربوها هتعجبكم قوي. يعني ده كان بقى الغدا يعني الاقتصادي بتاعنا النهارده، وده الروتين بتاعي. بتمنى يا رب يكون عجبكم. لو عجبك امان عليك لايك من ايديك الحلوين تشجيعا منك ليا، وكمان اشتراك في القناه علشان توصلك كل فيديوهاتي وتشوفيني على طول. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.